بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه عمل العزيزيه قدامكم بعد ما جهزت واستوت يعني، وجربوها هتعجبك ان شاء الله، وناجحه من اول مره، من اول ما تعمليها، من اول تجربه ناجحه معاكي ان شاء الله، ورخيصه عن اللي بره، ومضمونه نظيفه، حاجه من ايديكي مضمونه، وطلباتها موجوده في كل بيت. قدامك اهيت بعد ما استوت، وطعمها في منتهى الجمال، وحاجه ترطب يعني في الحر دهوت. اهيت حاجه حلوه ترطب في الحر دهوت اهي قدامك اهيت، وجربيها ان شاء الله هتعجبك. تكلفتها بسيطه خالص، هتشوفوا دلوقتي مقاديرها بسيطه خالص، تكلفتها بسيطه خالص. معايا كوبايه الا ربع مكرونه، اي مكرونه عندك اعملي بيها. تحطها في ميه مغليه كده وتسويها جامد، في الميه اللي تسلقوها دي فيها دي، خليها تستوي على جامد يعني. اهو على طول تقلبي فيها كده عشان ما تلزقش معاكي في تلزقش في الحاجه اللي انت تسلقي فيها يعني. اهو تسويها جامد، على طول تقلبي فيها. معايا بقى كيلو ونص لبن، هتحط عليه المكرونه اللي احنا سلقناها، مع كوبايه سكر، كوبايه نص كوبايه نشا، 2 باكو باودر. مقاديرها بسيطه خالص وسهله خالص قدامك اهي. يبقى مقاديرها: كوبايه الا ربع مكرونه، اي مكرونه، كيلو ونص لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه نشا. خلاص حط دوت كله على بعضيه، واتنين باكت فانيليا تحطيه كله على بعضيه، وتضربيه كده ببعضيه، وتضربيه بقى في الخلاط. او لو عندك هاند بلندر اضربيه فيها في نفس المكان اللي انت عاملاه فيها دهوت، نفس الحاجه اللي انت عاملاها فيه. تضربها في الخلاط، تنعمها خالص كلها، تضربيها زي ما انتوا شايفين كده. وجربوها هتعجبكم وان شاء الله يعني، وسهله خالص يعني، وهتبقى ناجحه معاكي من اول مره، ومضمونه، واحسن ما تشتريها من بره بالغالي اهي. تضربي بقى كل الخليط دوت في الخلاط او في الهاند بلندر، وتنعميها خالص. وفي ناس بيصفوها بعد ما يضربوها، لا انا مش بصفيها، بس هي مكرونه كلها نشويات يعني، والخليط فيه نشا وكله نشا، فخليها ما تصفوهاش. معايا الصينيه بقى اهوت، قبل ما نحطها على النار لازم ايه، تدهني صينيه سمنه، معلقه سمنه حلوه كده تدهنها بيها اهي. ناخدها بقى نحطها على النار. اول ما تحطها على نار عاليه، اول ما تبدا تلف معاكي، هي هتبدا تلف قبل ما تغلي، توطي النار. هنحط عليها معلقتين بشر جوز الهند اهوت، ومعلقتين قشطه، دول اللي بيخلوها طعمها جميل، وعززوا طعمها، وزودوا قيمتها الغذائيه. ومش عايزه تستغني عنه استغني عنه، بس بيخلوا طعمها جميل خالص، وزودوا قيمتها الغذائيه طبعا. اهو. هي بقى اول ما تجمد كده كده لسه ما استوتش، لازم تفقفق معاكي. هشوفها دلوقتي، وتقلبها على طول ايدك فيها، ما تسيبهاش عشان ده نشا وبيرصب تحت وبيلزق. اه. شايفين لفت اهي، بس لسه ايه ما غلتش، لازم تغلي بقى كده زي ما انت شايفنا معاك كده، عشان النشا اللي فيها ما يبقاش فيه طعم نشا، ويستوي معاك، يبقى طعمه مستوي يعني. فانا عندي الصينيه مش هتاخد الكميه، فعامله معاها ايه في ريحها ايه، طاجنين صغيرين صغيرين يعني، برمتين صغيرين اهم. هتحطها اول ما تنزل مع النار، تحطها في الصينيه على طول، عشان هي بتجمد على طول، بتنشف معاكي. شايفين عشان اتاخرت شويه في البرامتين دولت او الطاجنين دول، شايفين جامد ازاي، والشام مش بتسوى معاكي. لكن اول ما تجيبها من على النار، شايف الصينيه والشام مستوي ازاي، عشان اول ما نزلت من على النار حطيتها في الصينيه على طول اهو. شايفين؟ واسيبها بقى بره نص ساعه او ساعه الا ربع، عشان تعمل وش كده، والوش ده بقى تتنيه بمعلقه سمنه زي ما انتوا شايفين كده اهو. او لو عندك قشطه اضربيها كده وتهنها بيها، هتديك نتيجه حلوه برضو اهو. لازم تعمل وش فوق، تسيبيها بعد ما تحطها في الصينيه ساعه الا ربع او نص ساعه، عشان تعمل وش كده. وتحط بقى معايا شربات بتاع كنافه رشته عليه كده، بيديها طعم كرمله وحلو وجميل، اللي انتوا شفتوه في الاول دهوت، وتحمر لك وشها اكتر. وتحط برضو على الطاجنين دهمت برضو معلقه ربع معلقه سمنه، وشويه شربات برضو، معلقه شربات اهو. والصينيه تحط على وشها نص معلقه السمنه بس، تدهنيها اهو تدهنيها. دخلتها بقى في الفرن اهوت، ما بتاخدش ثواني. بتولعي الفرن من تحت نار هاديه خالص، وتولعي الشوايه، كل تركيزنا على الشوايه، كله احنا مش عايزين غير الشوايه. اللون اللي قدامك ده، اللون ده طعمه مكرمل وجميل خلاص. العسل مع السمنه عطاها طعم مكرمل وطعم جميل خالص. جيت بقى نقطعها قبل ما تبقى، قبل ما بردت اتعملت كده، لا فانت لازم تدخلها التلاجة. انا كنت مستعجله ورايا مشوار، فقلت اقطعها قبل امشي، لقيتها لسه قبل ما اخرج يعني، لقيتها طريه، فدخلتها التلاجة طلعت معايا خرز زي ما انتوا شايفينها كده اهو. لازم تدخل التلاجة قبل ما تقطعيها اهو، لحد ما تسقع يعني في التلاجة، وتطلع بقى قطعها تقطع معاكي بسهوله، وطعمها جميل وفي منتهى الجمال. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم.
اهو. بس اهم حاجه ما تقطعهاش، حتى لو بردت بره سيبها تبرد بره شويه بعد ما تطلع من الفرن، وبعدين تدخلها التلاجة. ما تقطعهاش قبل ما تدخلها التلاجة عشان مش هتقطع معاكي كويس، وهي بتخش 10 دقايق ربع ساعه في الفرن. كل اعتمادنا على الشوايه زي ما قلت لكم، نار هاديه خالص، احنا مش عايزين من تحت نار. اهو معايا الطاجن اللي عملته معاها اهوت قدامكم، طعمها في منتهى الجمال. تخش 10 دقايق في الفرن اهو، ومقاديرها بسيطة خالص وسهلة خالص اهو. هنكتب لكم مقاديرها في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو، اضغطوا على كلمة المزيد هتطلع لكم المقادير اهو، وجربوها تعجبكم وطعمها في